يعني يمكن هنا غير الكود الامريكي، هنا الايكوديال او الاي اي سي مميز بايه؟ مميز بان هنا عنده الموتور ال90 كيلو وات، لو هو شغال عليه سوفت ستارتر يقدر يديك عنده جدول يطلع لك منه القاطع، عنده جدول يطلع لك منه الكونتاكتور. ده لو انت برضو كل الكلام دوت تحت مظلة ايه؟ ان انت مختار الكونتاكتور تايب 2. تمام. نفس القصة لو هو 90 كيلو وات و variable speed drive يديك كونتاكتور قد ايه وقاطع قد ايه. اوريدي هو بقى خلاص عنده هنا الثيرمال اوفرلود جوه. هلاقي هنا ما بيظهرش عندي ال تي ام ار 08 دوت، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الاوفرلود ريلي. ما بيظهرش عندي هنا عشان دول سيبريت، عشان دول خرجوا من جوه الايه؟ القاطع. وبرده لو انت ستار دلتا 90 كيلو وات هتلاقيه هنا حط لك الكونتاكتور، حط لك الاوفرلود ريلي، حط لك القاطع. لو انت 90 كيلو وات بس ستار سوفت دايركت اونلاين هتلاقيه حط لك الكونتاكتور، حط لك الايه؟ الاوفرلود ريلي، حط لك القاطع اللي هي الرصه اللي معروفه بتاعت اي موتور. يعني اي موتور في الدنيا ليه رصه كده، قاطع، بعد كده ايه؟ كونتاكتور، بعد كده اوفرلود ريلي، بعد كده الايه؟ الستارتر بتاعك، بعد كده يجي الايه؟ الموتور. anyway بقى الستارتر اي حاجه من الاربعه اللي احنا ايه؟ اتكلمنا عليهم. طيب نتنقل لنقطه تانية، نقطه الكومباريزون بتاعه الايه؟ الكيبل. طيب ايه هي الكومباريزون بتاعه الكيبل؟ احنا قلنا عندنا هنا وهنا وهنا بيبان لي داتا مختلفه. فهنيجي اهم حاجتين عندي اللي هما كالكوليشن ريزلت والسوليوشن. الكالكوليشن ريزلت دي بيبان فيها ايه؟ بيبان فيها عندي الاي زد ويبان فيها الاي بي. ايه هو الاي زد والاي بي؟ بص يا باشا، الاي بي دوت، الاي بي ده هو الايه؟ الاي ريتد. انا هسميه كده اي ريتد، اي ريتد. طيب الاي زد دوت، الاي زد دوت اللي هو الاي كاتالوج، الاي كاتالوج مضروب في الايه؟ توتال، الكي توتال اللي هو بتاع الديليتنج فاكتور. ماشي، يبقى هنا الاي زد هو الاي كاتالوج مضروب في الديليتنج فاكتور. المفروض ان الاي زد دوت يبقى ايه؟ يبقى اكبر من الاي سيركت بريكر. واحنا قلنا ان الاي سيركت بريكر ده في منه حاجتين، في منه يا اما اي ار يا اما اي ان. الاي ار دوت اللي هو امبير تريب، والاي ان ده اللي هو امبير فريم. تمام، اللي انا بختارهم زي ما اتكلمنا في الاول. طيب هلاقي هنا عندي ده مثلا لو بنتكلم على القاطع دوت، مثلا انا عايز اعلم على القاطع ده، هروح كده واتكلم على القاطع ده. القاطع دوت عايز اشوف فيه الحاجه اللي انا ايه؟ بتكلم عليها ديت. هنا عندي، في عندي اما الاقي هنا عند سيركت بريكر دوت اللي هو كيو 13 ده، ده ماله دوت؟ ده اسمه في الكتالوج، ده الريتنج بتاعه ده الاي ان دوت، الاي ان. طب فين الاي ار؟ الاي ار اللي هو اللونج تايم دوت، دوت الاي ار، ده اللونج تايم. خلاص. طيب هنا عندي كام؟ 800، وده عندي كام؟ 640. هلاقيه هنا بقى كاتب هنا عندي بالصدفة هنا ان الاي ار التريب هو عامله قد الاي ريتنج. هي ديت مشكلة الكود الاوروبي، ان هو ما تلاقيهوش حتى سايب لك فاكتور او حاجة صغيرة كده ايه عن الاي ريتنج اهو، الاي بي. يعني انت هنا كأن الاي ار طالع معاك كام؟ الاي ار طالع معاك هنا 640 امبير. خلاص خلينا ماشيين زي ما هو ماشي. هنا الاي ار، انا عندي بقى هنا المعادله بتاعتي، انا عندي الاي زد لازم تبقى اكبر من، انا بحدد من الاول خالص بقول اي ار او يعني خلاص احنا اتفقنا مع بعض ان هو يبقى اكبر من الاي ار علشان ايه؟ هيبقى موفر. طب الاي زد بتاعتي كام؟ الاي زد 702، الاي زد بتساوي 702. 702 اكبر من الاي الاي ار اللي هي 640 اكبر من 640. اذا اذا كالكوليشن ناجحه. طب انا عايز اشوف الاي زد دي جت منين، نمشي مع بعض واحده واحده.
هاجي هنا كده وهاجي هنا هعلم على الكابل وهاجي على ديتيلز من هنا، هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي الاتي. هنجيب الخانة بتاعة الكابل. الخانة بتاعة الكابل ايه بقى؟ الخانة بتاعة الكابل هنا بتقول ان الكابل الاي زد بتساوي 702، وهنا الاوفرول فاكتور بتاع الكوريكشن طلع 88. يبقى اذا هو في قيمة جوه الكتالوج، قيمة ما جوه الكتالوج اللي هي بتاعة الكابل دوت. الكابل ده كام؟ واحد ايه؟ الكابل دوت 2 في 150. الكابل الاتنين في 150 دول، ده الكابل 2 في 150 دول مثلا ليه قيمة معينة، مثلا اكس امبير اتضربت في، هنقول مثلا واي امبير. واي امبير، الواي امبير دي اتضربت في التمانية، اداني في النهاية الاي زد. ممكن نخش جوه الكتالوج ونجيبها دلوقتي. تمام خلاص. الواي امبير دوت اللي هو الامبير بتاع فردتين 150 ملي. تمام. اداني ايه؟ الاي زد. عرفنا الاي زد جت منين. الاي زد جت، خدنا التيار بتاع الكتالوج وضربناه في التوتال كي اللي هو ده، هو دوت التوتال كي، هو ضربه فيه. تمام. التيار بتاع الكتالوج او التيار اللي هو اللي موجود جوه الاي اي سي اداني الايه؟ اداني الاي زد، وهو دوت صافي التيار الحقيقي اللي هيمر في الكابل في الموقع بعد كل الدريتنج فاكتور اللي احنا خدناها في سكتنا ما يضربوا في بعضهم. تمام. هي دي الحته اللي كنت عايز اتكلم عليها. يبقى انا بكل بساطه عندي تشيكايه كده، وهقول لي كمان شويه ان انا دايما اطمن ان الرقم ده اعلى من الايه؟ اعلى من الاي تريب اللي هو ايه؟ بيظهر لي هنا. سيبني بقى من الرقم دوت من 600. هو لازم طبعا يبقى اعلى من 640، لا هو اعلى من التريب فاليو، بس مصادفه هنا عندي التريب فاليو طلعت ايه؟ بتساوي كام؟ 640 اهو. لازم اطمن بكل بساطه كده ان الرقم ده 702 دوت لازما يبقى اكبر من الحته دي اللي هي ايه؟ اللي هو اللونج تايم، اللي هو الاي ار، ودوت الاي ان، امبير فريم، امبير تريب. جوه الكتالوج انا عندي اسينيشن ميثود اي، عندي دوت موتور تلاتة كابلات، وطبعا الارضي انا بعد ده 3 كابلات. الميثود بتاعت الانستليشن بتاعتي اي، الكابل ال 150 بيشيل 399. هنا شغال اكس ال بي اي 90 درجه سيليزيه. ماشي. اهو 3 لودد كوندكتور، ده 2 لودد، ده في حاله السنجل فيز. خلاص هلاقي عندي هنا التلاتة بيشيل كام؟ 399. هدي بقى وتعالى نخش جوه الايه؟ الايكوديال ونتكلم. احنا كنا من شويه بنقول ايه؟ كنا من شويه بنقول ان في واي اي. واي اي دي هي القيمه بتاعت الكتالوج. طيب احنا قلنا ال 250 ال 150 امبير كام؟ 399. طب بضربها في 2 عشان عندي 2 في 150 هيديني كام؟ هيديني اهو هيديني 399 في 2 هيديني 798. اضربه في 88 هيديك 702. يبقى صح ولا لأ؟ يبقى صح. يبقى اداك 399 ديت هتتضرب في الكي توتال اللي هي ما تيجي نمسح دي ونكتبها اهي 2 في 399 في الرقم ده هيديك 702 اللي هي ايه؟ الرقم ده. نعملها بدون مختلفة اهو. الرقم ده هو الرقم ده. يبقى الدنيا كده واضحة، الدنيا كده واضحة 100%. هو جايب الرقم ده منين؟ زي ما قال الكتاب دوت اللي هو الصفحة رقم
85. اسم الكود IEC 60-3645 كام 52. واللي عايزه يبعت لي ان شاء الله سهل يعني، ممكن نلاقيه على الانترنت يعني ماشي. بس هو ايه كابل XLB E90 سيري لودد كوندكتور كابل 150 399.